عملت فيها نصح قوي بقى، اللي هو بقى ايه، لا انا بدقق بقى الحاجه قبل ما ادخل في الموضوع. ف المهم بقى ايه، مشيت معاها في الستبس واحده واحده. قلت برضو اجانب يعني ما عندهمش النصب بتاعنا ده، استحاله يعني هيعملوا بيا ايه يعني، ده الصفحه 31,000، ده في صفحات 100,000 و200,000 ومليون، ما يروحوا للصفحات دي يعني هيعملوا بايه بصفحه 31,000. المهم، فانا ايه مشيت معاه في الخطوات لحد اما ايه سرقتني بقى. المفروض ان انا كان في خطوه كده معينه بعد ما خلصنا كلامنا على الماسنجر، آه، حولت على الواتساب عشان بنكمل كلام، عشان تبدأ تكمل السرقة بقى. هي كانت عايزة تكمل ايه، انها بعد ما خدت البيج زي دخلت في بقت ادمن فيها يعني عشان تنزل الاعلانات دي وكده. كانت عايزة بقى تاخد الايميل والباسورد بتاعي انا، بتاع الايميل بتاعي الشخصي اللي انا عاملة بيه الاكونت، وبالتالي عاملة بيه البيج عشان تكمل بقى سرقة بقى. فطبعًا أنا بقى وقتها حسّيت بقى إيه، لأ الموضوع كده خطر أخيرًا، يعني مش متخيّلين وصّلتها لكل حاجة، فين بعد كل ده حسّيت بالخطر بعد ما خلاص كنت يعتبر ادّيت لها الpage خلاص. فقعدت تقنعني إني لأ وده عادي ومش عارفة، قُلت لها: "لأ، ده مش عادي." قامت قلبت بقى على الوش التاني. عارفين بقى أنتم حد اتحوّل، طَب أنتِ لو ما كمّلتيش معايا الخطوات أنا هاشيلِك من الpage بتاعتِك دي خالص. طبعًا كل ده بقى بالEnglish، يعني إن هي إيه، هتخلّيني مش admin فيها خالص. فقعدت طبعًا بقى إيه، ليه وكده واخص عليكِ، طبعًا بالEnglish بقى، طبعًا أنا مش باعرف أتحايل ولا كده، وضيّعت حاجات كتير في حياتي بسبب إن أنا ما باعرفش ألِح شوية، مش هاقول لكم أتحايل، أنا دي بقى اتحايلت عليها، اللي هو تشوفوني بقى وأنا باتحايل بقى بالEnglish بقى. It's for years efforts يا بنت الكلب. I couldn't sleep from yesterday يا بنت الكلب. اللي هو عمالة أتحايل وأشتم في نفس الوقت، وأتحايل وأتحايل إنها ترجعني تاني admin. متخيلين واحدة كانت بقالها بالأيام عمالة تتحايل عليا عشان تقنعني بفكرة البيزنس، وبعد كده أنا اللي بقيت بتحايل عليها إنها ترجع لي صفحتي.